بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يلقاكم بأتم الصحة والعافية وتكونوا كامل لاباس. في إطار تحضيراتنا للشهر الفضيل اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، راح نبداو لكم بأول تحلية رائعة جدا بنينة وكذلك بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، بما أن في موسم المنظرين وكذلك البرتقال. اليوم إن شاء الله راح نحضروا هذه التحلية الرائعة جدا، إن شاء الله تحبوها وكذلك تطبقوها على طاولة سهراتكم الرمضانية. قبل ما راح نبدا الوصفة نتاعنا ما نساوش نصلي ونسلموا على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. ولا يحلو الكلام إلا بذكرك يا حبيب الله. راح نبداو بإذن الله تعالى الطريقة والمكونات على بركة الله تعالى. نجيب كاسرونة ونحط فيها لتر حليب بما يعادل 4 كؤوس. لهنا استعملت أنا حليب تاع الشكارة. راح نضيف عليهم علبة فلوبي ذوق الفاني سعة العلبة 50 غرام كما راكم تشوفوا. راح نضيف عليهم 2 ملاعق سكر حبيبات، اللي باغية تضيف 3 لكن أنا اكتفي بالحلاوة هذه. كذلك راح نضيف عليهم 2 ملاعق فرينة، ما تعمرش المغرف بزاف يا البنات. كذلك راح نضيف عليهم ملعقة ونصف النشا باش تجيكم او يجيكم الفلون تاعكم كريمي، ما يجيكمش عاقد بزاف. بهذا الشكل هذا انا نخلط كلش بارد في بارد ونحطهم فوق النار حتى يعقد وكذلك يتكاثف، ونستمر في التحريك يا البنات. انا هنا واش ندير يا البنات، جبت لهنا اي بسكوي عندي، انا جبت هنا برينو وحطيت يعني الحبات بالشكل هذا، اللي باغيه تطحنوا واللي باغيه تحط بالشكل هذا كيما تحبوا. جبت هاد لي فيغين هذو نتاع الورده اللي كنت مسبقا وريته لكم في مشترياتي، كاين اللي يبيعهم ب85 95، لكن انا كما قلت لكم شريتهم ب85 الف. يعني شريتهم او تحضيرات لرمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. راح نكمل لي فيغين تاعي بهذا الشكل هذا. ولهنا كما راكم تشوفوا الفلون تاعنا راهو يعني اثقال وعقاد بالشكل هذا. راح نحط الكميه المناسبه في كل قالب او في كل فيغين عندي بالشكل هذا كما راكم تشوفوا. واذا طلع يعني البسكوين تاعنا نحاول من بعد ان يعني نحطه في بلاصتو، او يعني نهبطه اما بالسكين او بالملعقه حتى ياخذ الشكل الرائع جدا، وهذاك البسكوي يتشرب كريمه او الفلون تاعنا هذا الرائع جدا ذو الذوق المتميز. انا راح نكمل بالشكل هذا، نحط الكميه نتاعنا تاع الفلفل فيغين تاعنا لهنا تحصلت على 7 يعني كؤوس او قوالب. الكميه اللي بقات حوالي نصف كاس راح نحطها تبرد باش من بعد نستعملها ككريمه. لهنا نجيب الموندارين اللي عندي حوالي لهنا 6 حبات، نقطعهم مكعبات بالشكل هذا والطريقه هذه. اذا عندك اليوسفيه او الموندارين، اذا ما عندكش تقدري تستعملي البرتقال. ومن بعد كي شدت روحها مليح الفلون تاعنا واش ندير يا البنات، راح نحط من فوقها المكعبات نتاع الموندارين اللي كنت قطعتها بالشكل هذا. انا من محبي الموندارين، نشتيها بزاف خلاص، لذلك استعملتها لكم او حضرتها لكم بهذا الطريقه المبسطه بدون اي عطور. انا استعملتها يعني طبيعي جدا، مغذيه جدا. حاولوا انكم تستغلوا يعني الفواكه الموسميه. لهنا واش ندير يا البنات، حوالي رطله نتاع الموندارين عصرتها مليح، عطات لي كاس ونصف، او حتى تقدروا كما قلت لكم تستعملوا تشينا او البرتقال حتى هو تعصروه. والكميه اللي تحصلوا عليها حوالي كاس ونصف، وتضيفي له لهنا علبه فلو بذوق الفاني، وتخلطي كلش لهنا بارد في بارد، وتضيفي عليهم لهنا ملعقه غير ممتلئه نتاع النشا. انا ما بغيتوش يكون شاد روحو، هذه الكريمه هذه تكون شويه سايحه وكريميه في نفس الوقت. راح نحطه فوق النار ونستمر في التخليط حتى تشد روحها. هاي ليكم بالشكل هذا، هاي ليكم. ونحط الكميه المناسبه في كل قالب او في كل فيغين عندي. انت استعملي اي قوالب عندك، تقدري حتى تستعملي في قالب يكون كبير كبير وتستعملي هذه التحلية الرائعة جدا كما راكم تشوفوا. نحط الكمية نتاع لهنا نتاع ذوق أو كريمة البرتقال أو الموندارين. عليكم نحط الكمية بالشكل هذا حتى تضغط مكعبات الموندارين بالشكل هذا. لهنا حوالي كذلك نصف كأس نتاع الكريمة أو نتاع الموندارين، راح نخليه على جنب حتى يبرد باش نستعملوا به لكريمة الشونتي. لهنا تزيين يبقى اختياري يا البنات. انا هنا جبت الموندارين قطعتها دوائر وحطيت كل دائرة في الوسط
بالشكل هذا كيما راكم تشوفوه. يعني يا ريت نصور لكم فقط الوصفات نتاعي بعينيا حتى تشوفوا جمال وإتقان الوصفات. لا غالبية البنات كيما راكم تشوفوه، نحطها بالشكل هذا. صدقوني عطات لي شكل ومذاق وكذلك قوام ولا أروع. أنا لم أكتفي بهذا التزيين يا البنات، راح نزين لكم تزيين هايل بزاف كيما راكم تشوفون. لهنا حوالي نصف كأس نتاع الفلو اللي كنا خليناه، حاولت اني نبردو في صحن وكذلك نحطوه في الثلاجة ومرة على مرة نخلطوه باش ما يكونش مكعبات. وهذه الكمية حوالي كذلك نصف كأس أو كأس وربع كأس فقط نتاع أو فلو نتاع الموندارين. راح نخلطوه بالشكل هذا مع بعضاه كلش بارد في بارد. واش راح ندير؟ راح نضيف عليهم بودرة الشونتي حوالي من 3 إلى 4 ملاعق يكونوا كبار بهذا الشكل هذا. مع الأول نخلط بهذا الشكل، ثم يعني نزيد في السرعة حتى نتحصل على خليط يكون كريمي. لهنا كريمة الشونتي هذه بذوق الموندارين، صدقوني رائعة رائعة بزاف بزاف خلاص. ويا ريتكم تجربوا الوصفات اللي نحط لكم لأنها وصفات رائعة وكذلك اقتصادية. كما راكم تشوفون لهنا بعد ما شدت روحها مليح مليح، واش ندير؟ راح نجيب الكيس الحلواني ونبدا نزين بالطريقه يعني اللي تحبوها واللي تفضلوها بهذا الشكل هذا. حاولت اني ندير غير شويه فقط كريمه الشونتي، مع انه صدقوني مذاقها رائع بزاف. شوفوا كذلك اللون نتاع كريمه الشونتي اذا لاحظتوا برتقالي فاتح جدا. هنا كذلك ربيت شويه نتاع قشور وزينت بهم هذه التحلية الرائعة جدا والمتميزة ذات طبقات متعددة ولذيذة جدا. نتمنى تجربوا الوصفة وما تبخلوش عليا جيم كومنتار والضغط على الجرس والاشتراك باش يلحقكم كل جديد. سلطانة الحلويات والبريسيج. لهنا راح تشوفوا الطبقات، شوفوا لهنا راني حطيتها تبرد. صدقوني رائعة ومنعشة وذات قوام وطعم متميز جدا. لهنا إذا لحقتوا لهنا الفيديو نتاعنا ما نساوش نصلي ونسلموا على سيدنا محمد عليه ألف صلاة والسلام. ولا يحلو الكلام إلا بذكرك يا حبيب الله. وما تنساش سلطانتي الغاليات متتبعي الأوفياء فضلا وليس أمرا الضغط على الجرس والاشتراك باش تعاونوني وتكبر يعني العائلة نتاعنا أكثر فأكثر، وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء. وهذا كله يا البنات فضلا وليس أمرا. ونتمنى دائما يعجبكم الوصفات اللي نحط لكم، وانتظروني كذلك في وصفة رائعة جدا وحصرية بإذن الله تعالى. نقول لكم مشاهدة طيبة وإلى الملتقى. وما تبخلوش عليا إن شاء الله يا ربي دائما تكونوا كامل لاباس. واللهم بلغنا رمضان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.